السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما عودتكم دايما قرب عشان الكاخ لا هات بس البتاع كده اتنين عشان بس. طيب أعزائي السادة المشاهدين، أيوة ماي راسك. النهاردة في موضوع مهم وكبير وشائك ولازم كلنا نتدارك هذا الموضوع. معانا العلامة الجهبذ الأستاذ تيفا اللي طول عمره دايما بيفيدنا بكلامه وبتصرفاته وبعلاقاته الاجتماعية. والنهارده الموضوع اللي هنتكلم فيه هو التسول الإلكتروني. بالظبط. الناس الشحاتين أعزائي السادة المشاهدين اللي بيطلعوا والنبي وردة والنبي توك توك والنبي كلب والنبي مش عارف ايه حلمي وردة ويحطوا لك. والله بجد يا أستاذ تيفا مش كده بس يا دكتور أبو آدم. لا الموضوع وما فيه ان بعض السيدات او نقول بعض المميسات يقومون بعرض أجسامهم يا أستاذ. أجسامهم أو لا أجسادهن. يعني أنت أقدر عني باللغة العربية لأنك أنت رجل فصيح فصاحة البلبلات. الله يخليك ولكن إذا تحدثت فلتحسن الحديث. نعم أحسن الحديث. نعم أنت وهو كذلك. حلو. وهو كذلك سيد الفاضل. أوكي. المهم خلينا بس عشان ما ندوش الناس أعزائنا المشاهدين. يعظمون أجسادهن. ومش عارف والنبي يا محمد مش عارف يا أستاذ مش عارف الأدهى من ذلك. إيه ده؟ إيه الابتذال والسفالة والصفاقة. الأدهى من ذلك أنني رأيت أقسم بالله رأيت امرأة تمام 40 العمر تمام حط ورقة عليها العمر يعني. حط ورقة عليها كده وكاتبة حلمي وردة. أي عار هذا وأي فوق. يعني إيه حلمي وردة؟ قمة الابتذال. حلمي وردة وقاعدة سبحان الله يا أستاذ يا دكتور حامد. يعني شيء مقزز ومثير للنفس ومتعب للأعصاب. نعم. هل وده النقاش بتاعنا النهارده أعزائي السادة المشاهدين، هل في حل جذري للقضاء على هذه الظاهرة في هذا المجتمع وترك البلاد يرونها مثلما كانوا يرونها زمان فراعنة وأيام. اتفضل. أنا ليا تعقيب بسيط في الموضوع ده. اتفضل. وهو أن المفروض على كل الناس اللي بتستخدم الابلكيشن أو وسيلة التواصل مع الناس دي إن هم ما ينسقوش ورا الأشخاص دي. بمعنى تمام. اللي بتقول حلم وردة لا عند أمك مش داخلك. تمام. الناس تمسك نفسها شوية مش عشان شاف له واحدة طالع هيق ومق وتبل وشخاليل. تمام. هيريل ولسانه يطلع ما هتاخد منك يا اهبل يا ابن الاهبل الوردة وهتديك على قفاك. اكيد هي استفادت وانت مفيش. فاحنا اللي بنساعد ان الناس دي تطلع. وفي حاجة تانية كمان يا دكتور تيفا. بتلاقي الناس اللي هم بيتكلموا بيقولوا حلمي وردة وحلمي توك توك وحلمي بتلاقي عندهم الآلاف من الناس. ما هو ده اللي انا بقوله. الأدهى من ذلك يا دكتور تيفا ودي الحاجة اللي انا النهارده فعلا يعني عايز اتناقش معاك فيها. أيوة. لقد رأيت بأم عيني واحد طالع بيقول انا ارنب هاتولي جزر انا ارنب ويعمل كده. ايه حله ده؟ حله ده يا سيدي الفاضل انه يعني ده حله انه يديله جزر. طيب لما هو بس الجزر اللي هتديها له مش هياخدها ببقه بس كده ولا هتتخرج. طيب في حاجة تانية برضو يا دكتور تيفا. في واحد كان لابس دبدوب وحاطط على وشه قناع وطالع بيقول أنا سوبرمان لمدة 5 ساعات متواصلة على اللايف وناس بترمي له ورود وتكاتك الظاهرة دي نعمل فيها ايه؟ الظاهرة دي مكانها مش هنا. مكانها فين يا سيد الفاضل؟ هو واحد بس. العباسية لا بهمة او العزايم يعني اي حاجة فيها امراض عقلية ونفسية لان ده اكيد هربان من مستشفى والمفروض هم الناس دي لو هم بيرموا له ان هو يتعالج ده ما بيتعالجش. غير في داهية كده. انت كده وصل بيكم الانحطاط ان حتى المرضى النفسيين بيتجروا بيهم. لا الانحطاط بقى دكتور تيفا
واسمح لي ان انا ابدي رايي في ادي وجود رايك حضرتك. يا اخويا، اتفضل. لقد اصبح العالم مهترئ. بمعنى ايه؟ مخترعين. لا مهترئ، اهترأ العالم كله، اهترأ، الناس اللي فيه اهترأوا. الاصول والعادات والتقاليد اهترأت. تمام. بمعنى لما الناس زمان كان في عندها حياء. انا اعتقد ان السوشيال ميديا فضحت خبايا النفوس. لا يعني ايه؟ يعني الراجل اللي بيطلع بيقول انا ارنب وي وهو اصلا من جواه انسان تافه. فالسوشيال ميديا اعتقد سيد الفاضل دكتور العزيز المبجل تيفا فضحت هذا الموضوع، بينته. نعم. المرأة اللي بتطلع وهي عاملة صدرها كده وبتقول تيتي وترقص وبتاع وتغني وتتنطط وارمولي وردة وانا عايزة توك توك لا، الأدهى من كده الأدهى من كده إن تلاقي أب وأم وأبناء ومسكين يا محمد يا حسن ارمي يا أبو علي، ارمي يا ابو حسين، يا ابن الكلب يا وساخ. ودي برضه حاجه ثانيه عايزين. ايه الابتذال ده ومنظرك قدام عيالك؟ ده انت المفروض عيالك دول جيل قادم وناس هتطلع ويبقى دكتور ومهندس وظابط، يطلع يخبط يقول لك يا علي يا فرج هوبا ايه ده؟ ارمولي وردة ارمولي توك توك. لا مش كده. لا والله عظيم يا دكتور تيفا. انا دايما بسعد بالحديث معاك وبالكلام معاك، لانك فعلا موسوعه علميه كبيره فظيعه نفيسه. حبيبي لازم يا استاذ تيفا انا بستمتع بحديثك هذا. انا ده والله العظيم ما في حد بيستمتع زي انا ما بستمتع بالكلام معاك والله. ليه؟ لان انت بتدخل في جوهر الموضوع وبتخترق احاسيس. ما بدخلش الا بناء على لا يا فندم، لا والله العظيم.